السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي الكرام، كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير، ولقاكم الفيديو ديال اليوم في اتم الصحة والعافية. مرحبا بكم معايا في قناتي ام نور الصفراوية، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال نهار اليوم هو عبارة عن كيكة في المول العجيب بجوج طبقات كيف كتشوفوا معايا. غادي نحضروها مع بعض بدون بيض، يعني شي حاجه اللي اقتصاديه. حتى الناس هكا اللي عندهم حساسيه من البيض فممكن يديروا هاد الكيكه هذه، كتجي صراحه اكثر من رائعه. وحتى يعني فاش ما كيكونش هكا عندنا يعني البيض متواجد هكا في الدار اولا مع هاد الغلاء هذا، فنوضي اختي وجدي معايا هاد الكيكه هذه الرائعه المنعشه، كتجي صراحه زوينه. وكذلك غادي نشارك معكم واحد المكون اللي غادي يخليها الصراحه هشيشه كتذوب ذوبان. كذلك غنشارك معكم البنات جميع الاسرار اللي باش تنجح معك ان شاء الله الكيكه. بزاف الاخوات يعني كيتشكاو من لي كيك فاش هكا كطلع لهم الكيكه وفي الاخير يعني كتنزل لهم بزاف ديال مشاكل هكا اللي كيلقاو هكا في لي كيك. فاليوم جميع الاسرار ان شاء الله غتلقاوهم في هذا الفيديو هذا. ايوا نوض اختي حيدي عليك العكز ونوضي معايا الكوزينه باش تحضري هاد الكيكه. تبهري بها هكا وليداتك عائلاتك، ضيوفك هكا على غفله. صراحه راه كتوجد كتجي صراحه زوينه منعشه كيف قلت لكم. ومن هذا المنبر البنات بغيت نشكركم بزاف بزاف على الفيديو السابق اللي لقى واحد المشاهده، والشكر صراحه قليل في حقكم دائما، لهلا خطيكم عليا. فما تنسونيش حبيباتي من واحد اللايك، الله يجازيكم بخير، وكذلك البارطاج مع الاهل والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده على الجميع. وما نزيدش نطول عليكم الفيديو اكثر، نخليكم مع متابعه الفيديو، فرجه ممتعه. ودائما نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه والسلام على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، ونقولوا دائما بسم الله على بركه الله. وغادي نبداو بالمكون اللي قلت لكم البنات اللي غادي يخليها هشيشه وخفيفه الكيكه ديالنا، هي هاد الكاس ديال الحليب البنات. يعني ممكن هكا تخرجوه من قبل من الثلاجه او لا، يكون هكا المهم بدرجه المطبخ. بالنسبه لي انا كان في الثلاجه فدفيته واحد شويه، ضفت عليه هاد المعلقه كبيره ديال الخل، وكيف كتشوفوا معايا كيولي لنا بحال الرايب كما كتلاحظوا معايا. غادي نبدا على بركه الله في جميع المكونات. كما كتشوفوا كندير واحد القبيصه ديال الملحه، هنا ضفت كذلك سمعه مرش ديال زيت المائده، كذلك واحد الياغورت بالنكهه، اي نكهه نتوما كتفضلوا، ولكن من الاحسن كيجي هكا النكهه ديال الفاني. وغادي نضيف كذلك كاس ديال السكر سنيده، يعني خاصو غير واحد الاسبوع. بالنسبه لي انا يعني كنعبر معكم دائما بالكيسان ديال العنبه، اي واحد يعني متواجد عنده هكا في الدار. هنا كما كتشوفوا معايا البنات، شوفوا معايا داك الكاس ديال الحليب كيفاش راب لينا وكيفاش ولا لينا، يعني بهاد الحبيبات هادو. صراحه صدقوني كيجي واحد الكيك اللي خفيف بزاف هشيش. راني ديجا مشاركه معكم البنات واحد الكيكه بالمكسرات، كتجي صراحه خفيفه بزاف بزاف، فجربوا ان شاء الله هاد الكيكه او جربوا الكيكه ديال المكسرات وغادي تشوفوا يعني الهشاشه ديال الكيكه ديالكم. هنا كما كتشوفوا معايا البنات درت كل شيء يعني في الخلاط الكهربائي، ممكن ديروا هكا غير بالخلاط اليدوي كيبقى لكم دائما الاختيار. ودرت يعني كل شيء في هذا البول هذا باش غادي نكمل باقي يعني المكونات. كما كتشوفوا معايا هنا عندي واحد البودره ديال البرتقال. هاد البودره البنات راني كنشاركها معكم يعني بزاف ديال المرات، كنت درت بها يعني صابلي، كيعطي واحد الريحه واحد المذاق رائع في اي حاجه درتوها. اما دابا يعني راه كاين يعني الموسم ديال البرتقال يعني متواجد، فممكن تحكوا هكا غير واحد القشره ديال البرتقال او الحامض، كيبقى لكم الاختيار يعني في المذاقات. هنا كما كتشوفوا هنا خديت يعني واحد كاس ديال الدقيق. مهم بالنسبه للدقيق البنات فاش كنقول يعني كاس ديال الدقيق، فماشي كاس يعني راه كاس بومبي يعني عامر ومدكن هكا كما شفتوا معايا يعني في الفيديو. مهم درت الكاس الاولي وهذا الكاس الثاني كما كتلاحظوا معايا، يعني راه عامر مزيان ومسطح الوجه ديالو كما كتلاحظوا معايا. كما كتشوفوا ضفت هنايا درت هنايا يعني جوج كيسان كيف قلت لكم. غادي نضيف كذلك عليهم واحد جوج ساشيات ديال الخمارات اللي كل وحده كتوزن 8 غرام.
بالنسبه للبنات الا درتو يعني استغنيتو على الياغورت ودرتو يعني عوض الياغورت هكا تزيدوا يعني واحد نص كاس ديال الحليب، فهنا كيختلف الدقيقه البنات، فممكن تزيدوا حتى نص كاس يعني مجموع يعني 2 كيسان ونص ديال الدقيق. المهم كيبقى لكم دائما على حسب الخليط ديالكم، يعني فاش كتبقاو تشكلوا هكا رقم 8 يعني وكيبقى يعني مرسوم في هكا في يعني في الخليط ديالكم. هنا كما شفتوا راه ما ساعدنيش يعني هاد الخلاط هذا، ولكن ماشي مشكل كملت به. وهنا كنوري لكم البنات هذا هو المول اللي غادي نستعملو، راني ديجا مشاركه معكم. هنا البنات غير درت له يعني الزبده وشويه الدقيق ودرتو هكا في المجمد باش ما يلصقش لكم الكيك ديالكم من بعد ما غتخرجوه هكا من الفران. هذا يعني سر من اسرار ديال لي كيك هكا باش ما تلصقش لكم كيف قلت لكم الكيك. وهنا كما كتلاحظوا معايا البنات غادي نشعل الفران مباشره على على يعني الكيك ديالنا، وما يعني وما نحلوش عليه الفران على عافيه مهيله البنات. مهم بالنسبه للمده ديال الكيك راه كتبقى يعني حتى ساعه الا ربع وكل وحده والفران ديالها. شوفوا معايا البنات هنا من بعد ما يعني طابت لينا الكيك ديالنا، شوفوا اللون ديالها، وكذلك يعني كتلمسوا هكا الوجه ديالها ما كيلصقش ليكم هكا يعني كتكون هكا طايبه بمعنى الكلمه. صافي البنات هنا غادي ندوزو باش نحضروا الكريمه ديالنا اللي غترافق لينا يعني هاد الكيك هذا. هنا كما كتشوفوا وضعت 2 كيسان ونص ديال البرتقال من بعد ما صفيتهم، وكذلك غادي نضيف ليهم واحد المعلقه كبيره ديال النشا يعني معلقه بومبي، كذلك واحد 2 معالق ديال السكر سنيده، والسكر دائما كيبقى لكم على حسب الذوق ديال كل واحد. غادي نضيف هنايا البنات واحد الفلو عادي ديال درهم، كيعطينا الصراحه اللون وفي نفس الوقت يعني كيعقد لينا هاد الكريمه هادي. هنا غادي نديروا هاد الكريمه هادي فوق النار على عافيه مهيله مع التحريك المستمر حتى كتعقد لينا كما كتشوفوا معايا. وهنايا كما كتلاحظوا معايا البنات المول ديالنا راني غسلته مزيان ومسحته ودهنته بواحد شويه ديال الزيت باش كنتفاداو هكا ما تلصقش لينا الكيكه. كما كتشوفوا معايا غادي نكب هاد الكريمه ديالنا على هاد المول هذا، وغادي نخليها البنات واحد غير واحد شويه يعني ماشي مباشره. غادي نضيف هكا الكيك ديالنا، غادي نخليو غير يبرد غير واحد شويه ماشي برد بزاف عاوتاني، يعني الكريمه ديالنا غادي تجمد وما غاديش تصلح لينا يعني نوضعوا يعني الكيك ديالنا. صافي هنا غادي نقلب يعني الكيك وغادي نحاول نقادلو هكا جنيبات كما كتلاحظوا معايا. صافي غادي نغلفها بهكا بسلوفان وغادي ندخلها للثلاجه باش تبرد ليا، وصافي نقدمها معكم ان شاء الله. هنا كما كتلاحظوا معايا يعني راه بردت ليا واحد شويه البنات، واحد يعني ربع ساعه هكا راه ما تعطلتش عليها البنات انا. ممكن نتوما يعني تخليوها هكا على راحتكم، يعني تخليوها حتى ساعه او ساعتين فماشي مشكل، كل ما شدت في راسها مزيان كتجي زوينه بزاف. هنا من بعد ما جبتها البنات ضروري هكا كنديروا هذه المرحله هذه كما كتلاحظوا معايا عاد باش كنقلبوا يعني الكيك ديالنا على هكا على الطبسيل ديالنا باش كيتحيد لينا يعني الكيك ديالنا بكل سهوله. وهنا صافي كنبقى نضرب واحد ضربات هكا وكنبقى نشوف يعني واش تحيد ليا الكيك، وصافي هنا كما كتلاحظوا معايا كيتحيد لينا الكيك ديالنا بكل سهوله. وهنا كنزين هكا بشرائح هكا ديال البرتقال بما ان الكيك ديالنا فيها هكا يعني البرتقال زينتها بهذا الشكل هذا. والتزيين كيبقى دائما في اختيار ديالكم بطبيعه الحال. فصدقوني الصراحه كتجي واحد الكيكه اللي منعشه ولذيذه بزاف، صراحه كتجي خفيفه هشيشه كيف قلت لكم. وهذه هي الكيكه ديالنا كما كتشوفوا معايا. مهم انا هنا كما لاحظتوا معايا يعني داك الكريمه يعني جات يعني ماشي يعني شاده في راسها بزاف، لانني كيف قلت لكم ما تعطلتش عليها. هذا هو الخطا اللي درت اليوم، ولكن مهم شاركته معكم باش تعرفوا يعني حتى نتوما ما توقعوش هكا في خطا بحال هكا. يعني ضروري ما تخليو هكا هاد الكريمه هذه على الاقل واحد ساعتين باش تعطيكم واحد النتيجه اللي زوينه بزاف. وبالنسبه للبنات الاسرار اللي غادي نقدر نفيدكم بها اليوم،
يعني بزاف يعني الاخوات اللي غادي يقولوا لي يعني ما كتصدقش ليهم الكيكه. شنو السبب؟ هو الخليط كيكون خفيف او درجه الحراره ديال الفران كتكون عاليه. الخميره تقدر تكون هكا بارده. الكميه ديال الدقيق خاصها تكون يعني مضبوطه، وكيكون دقيق والخمارات يعني مغربلين كما شفتوا معايا في الفيديو. كذلك الكيك دائما دخلوه الفران بارد يعني، وعاد نشعلوا عليه. كذلك يعني الكيك ضيفي له يعني معلقه ديال الخل باش كتجي يعني فيه داك الهشاشه. نتمنى نكون يعني وصلت لكم هكا بعض المعلومات اللي يعني تقدر هكا تفيدكم في لي كيك ديالكم. وكتجي صراحه هاد الكيكه يعني هي هذه الشكل ديالها من بعد ما قطعتها معكم. شوفوا معايا القوام ديالها، كتجي صراحه واحد الخفه، واحد الهشاشه كما كتشوفوا معايا بلا ما تسقيوها، يعني كتجي مرمله كما كتلاحظوا معايا. كنتمنى فعلا الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله، وتردوا عليا في لي كومونتير وتشجعوني بلي لايك ديالكم، الدعوات ديالكم، وكذلك البارطاج مع الاهل والاصدقاء ديالكم. كذلك الناس اللي اول مره كيشاهد القناه بالصدفه او ليه زياره، فكنقول لكم الى عجبكم اكيد المحتوى اشتركوا في القناه فضلا وليس امرا، وضغطوا على زر الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالي. وهنايا كيتسالى الفيديو ديالنا. نودعكم في امان الله وحفظه، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.